الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رسول إلى البدوي في الصحراء، ورسول إلى العالم وراء مختبراته في عصرنا، رسول إلى كل العقول. والرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة، كما قال تعالى: ولكل قوم هاد. أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي للناس جميعا، ولذلك جعل الله بينة محمد صلى الله عليه وسلم مختلفة عن بينات الرسل قبله. بينات الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم يراها المعاصرون ومن جاء بعدهم من أجيال متقاربة، ثم يبعث الله رسولا جديدا فيجدد الدين ويجدد المعجزة. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم إلى يوم القيامة. جعل الله معجزته باقية، فلو طلبنا من يهودي أو نصراني أن يرينا معجزة موسى أو عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لقال كل من اليهودي والنصراني: لا أملك ذلك، لا أستطيع أن أحضر عصا موسى، ولا أستطيع أن أحضر عيسى ليريكم كيف يحيي الموتى. هذا أمر ليس لنا منه إلا الخبر التاريخي. لكن المسلم لو سئل عن أكبر معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم سيقول: إنها معجزة القرآن. هذا هو القرآن، إنها معجزة باقية بين أيدينا، يمكن للناس أن يتفحصوا ما فيها، كما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وطبيعة المعجزة في هذا الكتاب هي العلم الذي فيه، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. ويمكن لأهل عصرنا، للباحثين، للأساتذة في الجامعات، لقادة الفكر الإنساني، أن يفحصوا العلم الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى. إن أهل عصرنا قد تفوقوا في الكشوف الكونية، ولقد تكلم القرآن عن الكون وعن النفس الإنسانية. فماذا كانت النتيجة؟ هذا هو البروفيسور كيث إلمور، أحد كبار العلماء في العالم في مجال التشريح وعلم الأجنة. طلب منه أن يكون مستشارا علميا لإبداء رأيه من الجانب العلمي حول بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بمجال تخصصه. هذا الأستاذ مؤلف لهذا الكتاب، وهذا الكتاب مترجم ب8 لغات، منها اللغة الروسية واليابانية والألمانية والصينية والإيطالية والبرتغالية. وعندما طلبنا منه أن يبدي رأيه في ما سمع من آيات في الكتاب الكريم والسنة النبوية، اندهش وأعلن دهشته هذه. كيف يمكن لمحمد قبل 1400 عام صلى الله عليه وسلم أن يصف الجنين وأطواره
هذا الوصف الدقيق الذي لم يتمكن العلماء من معرفته إلا منذ 30 عاما كما قال في بعض أحاديثه. وسرعان ما تحولت دهشته إلى إعجاب بهذا البيان وهذا الهدى، فتبنى هذه الآراء في المجامع العلمية وقدم محاضرة بعنوان مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة. هذا هو الدكتور عبد الله نصيف مدير جامعة الملك عبد العزيز سابقا يقدمه لإلقاء محاضرته. محاضرنا اليوم هو الأستاذ الدكتور كيث مور، أستاذ علم التشريح والأجنة في جامعة تورنتو بكندا، وهو تدرج حتى وصل إلى هذه المرتبة في جامعات عديدة، منها جامعة وينابيغ في الغرب الكندي، حيث كان هناك لمدة 11 عاما، ثم أصبح رئيس قسم التشريح والأجنة في جامعة تورنتو منذ 6 سنوات، ورأس العديد من الجمعيات الدولية، منها على سبيل المثال جمعية علماء التشريح والأجنة في كندا وأمريكا، ومجلس اتحاد العلوم الحيوية أو علوم الأحياء، كما انتخب عضوا في الجمعية الطبية الملكية بكندا والأكاديمية الدولية لعلوم الخلايا والاتحاد الأمريكي لأطباء التشريح، وعضو في اتحاد الأمريكتين في التشريح أيضا. وقد ألف العديد من الكتب، منها بعض هذه الكتب في مجال التشريح الإكلينيكي وعلم الأجنة. له 8 كتب تعتبر مراجع لطلاب كليات الطب، وترجمت إلى 6 لغات، إلى الإيطالية والألمانية والبرتغالية والأسبانية واليونانية والصينية. It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God or Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah. ولقد أسعدني جدا أن أشارك في توضيح هذه الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الخلق في القرآن الكريم والحديث الشريف، ويتضح لي أن هذه الأدلة حتما جاءت لمحمد من عند الله، لأن كل هذه المعلومات لم تكتشف إلا حديثا وبعد قرون عدة، وهذا يثبت لي أن محمدا رسول الله. تأمل ما قاله هذا الأستاذ الكبير من مشاهير علماء العالم في الأجنة عندما درس الآيات المتعلقة بمجال اختصاصه في هذا الكتاب. تأمل ماذا قال: إنه لا بد أن يكون محمد رسولا من عند الله. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah. وعندما شاهد البروفيسور كيث مور العلقة التي توجد في البرك وقارن بينها وبين الجنين في مرحلة العلقة، وجد تشابها كبيرا بين الاثنين، ثم قال بعد ذلك: إن الجنين في مرحلة العلقة يشبه هذه العلقة تماما. وتبنى هذه القضية، وجاء بعد ذلك بصورة لهذه العلقة التي تعيش في البرك، ووضعها بجوار صورة أخرى للجنين، وجمع بينهما في شكل توضيحي، وعرضه على الأطباء في عدد من المؤتمرات كما نرى في هذه الصورة. وبين البروفيسور كيث مور أيضا أن الجنين في مرحلة العلقة يكون معلقا هكذا في رحم أمه. وكذلك فإن العلقة في لغة العرب تعني الدم المتجمد. وكذلك أيضا ذكر البروفيسور كيث مور أن الجنين في مرحلة العلقة تكون الدماء فيه محبوسة في العروق قبل أن تتم هذه الدورة بين الجنين وبين المشيمة، فتكون العروق الدموية محبوسة، الدماء محبوسة في العروق الدموية، فيظهر شكل الجنين
كشكل الدم المتجمد. وهكذا تكتمل باسم العلقة جميع أوصاف الجنين. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ثم تحدث كذلك البروفيسور كيث مور عن المضغة، وجاء بقطعة من الطين الصلصال ومضغها بفمه كما نرى في سورة بي، وجاء بصورة أخرى وهي صورة شكل للجنين وهي صورة A كما نراها، وقارن بين الاثنين وقال إن الجنين يشبه المضغة. ولقد نشرت بعض الصحف الكندية كثيرا من تصريحات البروفيسور كيث مور، وأخيرا قدم كيث مور 3 حلقات في التلفزيون الكندي عن المطابقة بين ما ذكره القرآن قبل 1400 عام وما كشف عنه العلم في هذا الزمان. وعلى إثر ذلك وجه له سؤالان. قيل له: يا أستاذ مور، معنى ذلك أنك تؤمن بأن القرآن كلام الله؟ قال: لم أجد صعوبة في قبول هذا. فقيل له: كيف تؤمن بمحمد وأنت تؤمن بالمسيح؟ فأجاب: أعتقد أنهما من مدرسة واحدة. وهكذا يمكن لعلماء العالم في عصرنا أن يعلموا أن هذا الكتاب قد نزل بعلم الله، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فيعلمون إذن أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.